في اللحظة دي فهمت إن الجن اللي قالوا إنه موكل بالحماية ما كانش بيحميني، كان بيتعلق بيا، كان جن عاشق. بعد ما خطيبي سابني واتجوز غيري، وأنا بقلب على فيسبوك وسط الجروبات، لقيت جروب غريب كله بيتكلم عن السحر والرجوع للحبيب. كان في راجل بينزل فيه فيديوهات وبيقول إنه يقدر يرجع أي شخص مهما كان بعيد، ويفك السحر ويقلب حياة أي حد. الكومنتات كانت مرعبة، بنات بيقولوا رجع لي خطيبي، وناس بتحلف إنه بيعمل معجزات. وقتها كنت مكسورة لدرجة إني صدقت وبعتله. في الأول كان كلامه هادي بشكل مرعب، قال لي واضح إن معمول لك أذى، بس ما تقلقيش أنا هخليه يرجع ندمان. بعدها طلب صورتي وصورته، وبعدين طلب أكتب حروف غريبة على ورقة وأحرقها بعد نص الليل. كنت حاسة إن الموضوع غلط، بس كنت متعلقة بأي أمل. كل يوم طلباته كانت تبقى أبشع. مرة قال لي أطفي النور خالص وأقعد لوحدي الساعة 3 الفجر، ومرة تانية طلب مني أسجل صوتي وأنا بكرر كلام أنا نفسي مش فاهمة معناه. ولما سألته هو ليه كل ده، رد وكتب لي عشان نفتح الباب. ومن الليلة دي النوم بقى جحيم. كل ليلة كنت بصحى على صوت حاجة بتتحرك في أوضتي. في الأول افتكرته كابوس، لحد ما اكتشفت إني ما كنتش قادرة أتحرك، لا أصرخ لا أقوم، حتى نفسي كان بالعافية. وعند باب الأوضة كان واقف راجل عجوز طويل بشكل مش طبيعي، جلده أبيض باهت زي الجثة اللي بقالها أيام في التراب. عينه الشمال كانت سايحة نازلة على خده زي الشمع الدايب، أما التانية فكانت حمرة قوي، كأن جواها نار مولعة. وكل ما يظهر الأوضة تبرد برد مش طبيعي، لدرجة إني كنت أشوف نفسي بيطلع من بقي. وريحة عفن كانت تملأ المكان، ريحة موت. كان يفضل واقف يبصلي من بعيد، وبعدين يبدأ يتحرك ببطء. صوت رجله على الأرض كان عامل زي جر سكينة، تك تك تك، لحد ما يقف جنب سريري. ساعتها قلبي كان بيخبط لدرجة إني كنت حاسة إنه هينفجر. وبعدين كان يمد إيده كانت طويلة وصوابعه ناقصة شبه مخلب متعفن. أول ما يلمسني كنت أحس إن جسمي بيتحرق من التلج، واسمع صوت نفسه فوق وشي، خشن تقيل كأنه خارج من قبر. وفي الصبح ما كنتش بلاقي دم، بس كنت بصحى على خدوش طويلة في جسمي وكدمات سودة، كأن حد كان ماسكني بعنف طول الليل. بعت للشيخ وأنا مرعوبة، حرفياً كنت ببكي وأنا بكتب. رد بعدها بثواني، ما تخافيش، ده جن موكل بحمايتك. حمايتي؟ أنا كنت عايزة أرجع واحد اتجوز غيري، ما كنتش فاهمة إني بسلم نفسي لحاجة تانية. من الليلة دي الكابوس بقى أسوأ، ما بقاش يكتفي إنه يقف عند الباب، لأ، كان يقرب من سريري أكتر كل ليلة. أوقات كنت أصحى ألاقيه قاعد على الكرسي اللي قدام سريري يبصلي بس، وأوقات كنت أحس بحاجة بتتنفس فوق رقبتي. كنت بعيط وأقول للشيخ أنا خايفة، أبوس إيدك وقف اللي بيحصل لي. لكنه كان يرد ببرود، ما تخافيش، ده متعلق بيكي بس. متعلق بيا لحد الليلة اللي فهمت فيها الحقيقة. صحيت مشلولة تماماً، وعيني بالعافية اتحركت ناحيته. كان واقف فوقي مباشرة، قريب جداً، لدرجة إني كنت سامعة صوت اللحم وهو بيتحرك في وشه. عينيه الحمرة كانت بتلمع في الضلمة،
أما عينه السايحة فكان بينزل منها سائل أسود على الأرض، وكان بيبتسم ابتسامة طويلة واسعة بشكل مستحيل. وفجأة حسيت بإيده بتدخل في شعري ببطء. إيده كانت متعفنة مليانة شقوق وريحتها زي القبر المفتوح، وجسمي كله كان بيتشل أكتر كل ما يلمسني. وقرب من ودني وهمس بصوت مش بشري: هو سابك وأنا اخترتك. في اللحظة دي فهمت إن الجن اللي قالوا إنه موكل بالحماية ما كانش بيحميني، كان بيتعلق بيا، كان جن عاشق. ومن بعدها بقيت أصحى كل يوم أضعف، كأني بموت بالبطيء. سمعت صوته في المراية وشفت ظله واقف ورايا وأنا بصلي، وكل ليلة كان يقرب أكتر، لحد آخر ليلة صحيت على صوت نفسي بيتقطع. كان فوقي فاتح بقه بشكل مرعب، أوسع من أي بني آدم، وعينيه الحمرة ثابتة في عيني. ما كنتش قادرة أصرخ ولا أهرب ولا حتى أغمض عيني. آخر حاجة سمعتها قبل ما الدنيا تسود: انتي بقيتي بتاعتي. تاني يوم لقوني ميتة على السرير، ووشي متجمد على نفس الرعب اللي شفته قبل ما أموت. وده كان آخر طريق الدجل، أوله انتقام وآخره هلاك.